خطوة عزيزة، ازيكم؟ النهاردة قصة جديدة وحكاية من قصة اللي ما بتخلصش من مطبخ أم الدنيا. المحافظة بتاعتي الوادي الجديد. هنعمل ايه؟ هنعمل أكلة ما بتخرجش بره باب الوادي الجديد، نبات ما بيتزرعش غير في الوادي الجديد، اللبسان. وهنعمل العصيدة. العصيدة بتتعمل في كذا حتة كذا محافظة، بس احنا هنعملها برضو بيعملوها ومشهورين بيها قوي في الوادي الجديد. هي بتتعمل بطريقتين، اللبن مكون اساسي، يا اما بتطبخ بيه يا اما بتتقدم جنبه. بس لو طبخناها بيه لازم اقعد اعصدها جامد قوي، وهوريكم يعني ايه تعصيده، عشان كده سموها تعصيده. او بتتعمل بالميه وبتاخد وقت اقل شويه، بتاع ربع ساعه كده في التعصيد، وبيتحط جنبها لبن دافي، لازم لبن دافي. نبدا بايه؟ نبدا بقى باللبسان. اللبسان: نص كيلو لبسان، سمنة بلدي، توم، زيت زيتون وملح. هنبدا باللبسان. احنا غاسلينه ومجهزينه، طبعا انا بعت اجيبه من الدخله، وهنتكلم بقى واحنا ايه بنقطفها على الوادي الجديد. محافظه الوادي الجديد يا جماعه هي اكبر محافظه في مصر، 44% من محافظه مصر. انا بقى النهارده لوحدي، فانا مستلماكوا، هقعد اتكلم معاكوا لغايه لما ايه ادوشكوا. الكثافه السكانيه بقى في الوادي الجديد قليله جدا جدا، يعني مواطن لكل 2 كيلو. يعني الناس عايشه حياتها جميله قوي. الناس متخيله ان الوادي الجديد بدو بقى وصحراء ومش عارفه ايه، ما هو بالعكس، هو مدينه متطوره جدا وشوارع وكباري، وفيها بس اجزاء تانية كده هنتكلم عليها واحنا قاعدين. نقعد نقطفها بقى كده واحده واحده. اهم حاجه نغسلها. اللبسان نبات مر، واي نبات مر بيبقى دايما فوائده كتير، وعشان نقلل المراره بتاعته وتضيع واحنا بعد بنطبخها لازم نحطها على ميه مغليه وتقعد 3-4 ساعات تغلي. فاحنا هنبدا بيه، نشتغل بيه ونحطه على النار، وبعدين نبدا نتكلم على العصيده، نشتغل في التعصيده، وبعدين هنرجع بقى نضربها. هم هناك بيضربوها بالمفرق بتاعهم ده، او بيدقوها على الهون، بيقولوا عليها يدجدجوها كده في الهون. بيعملوها على الحطب عشان كده بتاخد ريحه حلوه. للاسف احنا ما عندناش الحطب، بس مين عارف ممكن بعد كده نروح نعملها هناك. انا كده اولموست خلصت خلاص. نحاول بس ايه نشيل العرق كده. كده ايه، بس انا مبسوطه قوي النهارده ان انا معاكم لوحدي، ودي من ضمن الحلقات القليله قوي اللي انا هكون فيها معاكم، فاستحملوني بقى شويه واستحملوا رغي ودوشتي. اعتبروا ايه ان احنا مشغلين راديو مع بعض. ننضف بقى كده اول باول. احنا خلصنا. التركه المهمه قوي اللي اتعلمتها يعني وقالوها لي هناك، انها تنزل على ميه سخنه مغليه، عشان لو نزلت على السقعه مش هيروح منها المرار. بيعملوا ايه بقى كمان؟ ساعات بيغيروا عليها الميه بس بعد ساعه، يعني يقولك حطها ساعه غير الميه وحطها بعد كده ساعه ساعتين، وكل ده بقى على الحطب. ننزلها كده وهنسيبها بقى قاعده تتمخمخ مع نفسها.